رمضان من أسباب دخول الجنة ما لا يجتمع في غيره. الجنة أكثر ما تدخل بعملين اثنين بعد توحيد الله عز وجل. العمل الأول الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والعمل الثاني الشكر، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وسنجزي الشاكرين، نجزيهم بماذا؟ بالجنة طبعا. وقد اختلف العلماء أي العملين أفضل، الصبر أم الشكر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا أكون عبدا شكورا. والله عز وجل قال: اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. طيب، في شهر رمضان يجتمع الصبر والشكر. كيف يجتمعان؟ نهار رمضان صبر، وليل رمضان شكر. فعندما تفطر هذا شكر للنعمة، نقول بسم الله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. عندما تقوم الليل تصلي هذا شكر، فلا أكون عبدا شكورا. والنهار صبر، ولذلك شهر رمضان شهر العبادة، نهاره كله عبادة وليله كله عبادة، وهي أطول عبادة على الإطلاق. أطول عبادة على الإطلاق هي عبادة الصيام، لأنها عبادة متواصلة شهرا كاملا. وقد جعل الله ليل رمضان كنهاره ونهار رمضان كليله، كالمحجة البيضاء. كيف ليله كنهاره ونهاره كليله؟ جعل الله الدعاء مستجاب في النهار والليل على حد السواء، ونزلت آية الدعاء في ثنايا آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. وقت الصيام صاموا استجابوا لك يا رب، وقت الإفطار أفطروا استجابوا لك، وقت القيام قاموا استجابوا لك، وقت الإنفاق أنفقوا استجابوا لك، وقت إلى آخر فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من صام رمضان إيمانا وليؤمنوا بي واحتسابا، احتساب الأجر، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن غفر له ما تقدم من ذنبه استجيبت دعوته، لأن المانع من إجابة الدعاء هو الذنب الذي يمنع إجابة الدعاء. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فاللعنة الطرد من رحمة الله وتقتضي عدم الإجابة، وضدها الرحمة وتقتضي الإجابة، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لو قرأناها بمفهوم المخالفة، لو قلنا رحم الذين آمنوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ذلك بما أطاعوا وكانوا إيش؟ وكانوا يعدلون، كانوا على العدل، لم يكونوا معتدين، كانوا مستقيمين إلى غير ذلك. فأكثر ما تكون الاستقامة في شهر رمضان، وأكثر ما يكون العمل الصالح في شهر رمضان.